مثل ما بتعرفوا أنا كلايف كوتش بساعد الناس تحل مشاكلها. فمرة بيجيني كلاينت مشكلته إنه هو بده يتجوز وما بده يتجوز. فكرت أول شيء إنه العائق مادي، فعم بسأله عم قل له إنه شو الوضع، بيقول لي لا الموضوع مش مادي أبدا، بالعكس بيي ترك لي كتير، بس يا ريت ترك لي شيء أهم من هيك بكتير، قدم لي شيء أهم من هيك بكتير. فبقول له أنا شو؟ بيقول لي يا ريته احترم أمي. بيطلع انه هيدا الشاب هو ضحية لزواج فاشل. يعني اوكي الاهل ما كانوا يحبوا بعضهم، بس للاسف كانوا يقللوا احترام بعضهم، حتى هي الام. يعني ما تقول له مثلا يعطيك العافية اذا جاب شيء، هو ما يقول لها سلم دياتك الاكل طيب. كانوا كتير كانوا كتير يقللوا احترام بعض، يشغلوا الأولاد مثل كأنهم هن وسيط بين بعض، أو جاسوس، شو كانت عم تحكي مع خالتك. مرات كتير يعيرها بأصلها وفصلها. كمان هي ما تقصر، يعني كل شيء تقول أنا مضطرة أعمل كل شيء. ما كان عندهم أهداف مشتركة، يعني حتى مرات كتير ما كانوا يروحوا زيارات مع بعض، كل واحد يروح لحاله. فكبروا هودي الأولاد عم بيشوفوا الزواج مثل كأنه هو ساحة قتال، أو إنه الحب هو ضعف. فاللي بدي أقول لكم إياه، إذا أنتوا قررتوا تبقوا مع بعض وما بتحبوا بعض، أوكي، أهم شيء إنه أنتوا تسكتوا خالص، يعني تحترموا حالكم وتحترموا أولادكم. هيدا الشيء اللي بدي أقول لكم إياه.